السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل والجميع بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم جايتكم بفيديو جديد وطريقة عمل القص العراقي باللحم. تتبيلة كلش بسيطة لكن ينطي طعم روعة وكلش طيب. نسمي بسم الله ونصلي على حبيب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيلو من لحم العجل أقطعه الشرائح بهذه الطريقة، شرائح كلش خفيفة، يعني شقد ما نقدر نخففهم إن أثناء الطبخ يستوي بسرعة. شوفوا كلش خفيفة، شوفوا شقد خفيفة بهذا الشكل. هذه طريقة القص على طريقتي بنات، وإن شاء الله تسووها وتعجبكم. استمر بالتقطيع إلى أن تكمل كل الكمية. كملت عندي كل الكمية، شوف شلون خفيفة. هسه أقطعها شرائح. عندي كل الكمية، شوفوا، وهنايا أقطعها تقطيع طولي وكلش همات خفيف. شوفوا بنات، شوفوا شقد خفيفة هذا. ونكمل كل الكمية، وهذه كل الكمية من بعد ما قطعتها. أضيف عليها هذه الإضافات البسيطة. من اللحم أضيف نص حبة من البصل الصغير هذا الشكل، وفص من الثوم واحد. عندي ملعقة كبيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الكزبرة، وملعقة كبيرة من 7 أبهار، وبرش ليمونة واحدة بهذا الشكل، ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وعصرة ليمون، والصويا صوص. هذا الصويا صوص فقط بنات. هذه المكونات اللي راح أضيفها. زين، البصل والثوم أبرشهم. بعد ما برشت البصل والثوم أضيف التوابل عليهم. وأنا طريقتي ما راح أضيف لا لبن ولا الراشي، لأنه ما أريد يصير نفس طعم شاورمة الدجاج. قص اللحم تتبيلة وقص الدجاج تتبيلة. هذا الملح حسب الرغبة. أضيف عصرة الليمون. هذه التتبيلة نقدر نسويها من الليل الثاني يوم، الصبح مثلا للفطور نسويها، لأنه قد ما تقعد بالتتبيلة هي تكون أطيب. بعد أجانس المواد كل الزين ويا اللحم وأبقي، بالأخص برمضان بنات. إذا مثلا نسويها الصبح ونخليها بالثلاجة نحس يعني نص شغلنا كمل، ما عندنا شي بعد. عندي الصويا صوص ما راح استعمله هسه، إن شاء الله من يجي وقته نشوف. لفات القص العراقي ما يحلى وياها إلا البصل والطماطة، فأنا أحب أتبلهم بالخل الأبيض والسماق والملح. قد ما يقعدون بالتتبيلة ينطينا طعم كلش طيب، بالأخص اللي ما يحبون البصل باللفات. أقلبهم تقليبة سريعة وأغطيهم. وهنايا من بعد ما تتبل عندنا اللحم بالمقلاة أخلي زيت، وأخلي كمية بنات بسيطة، يعني مو كل الكمية، وأبدي أقلبهم. من ينشفون من كل السوائل أخلي الوجبة الثانية، لأنه من نخلي اللحم كله حيكون سوائل بيه كلش هواية، وحيكون مثل المسلوق عندنا. لا، أنا ما أريد هذا الشيء. هذا الشكل ياخذ تحميرة القص. شوية شوية، حتى لما تخلون كميات قليلة ما تكون بيه سوائل، مثل ما نخلي الكمية كلها. شوفوا بنات، نخليه على جهة ونخلي كمية ثانية. ما أقولكم بنات والله كلش طيب. إن شاء الله تتبعون الخطوات وتسووه وتستمتعون به. أهم شيء
من نخليه بالمقلاة لن نكثر. بدون تضيفون عليه ليا يطلع أطيب وأطيب، بس أنا يعني بصراحة ما عندي كانت ليا فما خليت، فمو مشكلة يعني. شوف بنات، ينشف كل شي، كل السوائل بيه تنشف، أضيف وجبة 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 إلى أن نكمل كل الكمية. هنا يا بنات أريد أشوفكم، شوفوا هذه الطريقة، لا تخافون مدام إحنا يعني مقطعين ومسويه شرائح كلش خفيفة هو رأسا يستوي عندنا. أهم شي من نقطعه ومن نجي نستوه، ما نريد تكون بيه سوائل كلش هواي. وهنايا حبيت أقلي وياه بتيتة، البتيتة يعني طيبة ويا هيك أكلات أكيد. استغفروا بنات، حوقلوا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا والله بنات الريحة شموها بخارج البيت، ما شاء الله ما شاء الله، كلش كلش طيب، يعني ما أقولكم على طعمه. ومن بعد ما ضفت كل الكمية أدخل على المكون اللي انطاها طعم كلش طيب، شوية حبتين من الطماطة، أرفع القشر من عندهم وأهرسهم بالشوكة هرس كلش ناعم، أهرسهم بهذا الشكل كلش ناعم. بنات الطماطة الشوي تنطل القص طعم كلش طيب، جربوا طريقتي وترحموا الوالدية، هذا اللي أريده. أضيفه على القص، وهسه من بعد ما كمل قصنا وتحمر وطلعت ريحته ما شاء الله، أضيف الطماطة والصويا صوص. بنات الصويا صوص بالأخير، يعني من نجي نطفي نضيف الصويا صوص. هذه الطماطة أضيفها، أقلبها تقليبة سريعة وأضيف الصويا صوص وأطفي. الصويا صوص ينطي طعم وحموضة كلش طيب. حسب حسابكم، الصويا صوص مالحة فمن تضيفون الملح قليل بالبداية، تينا ما تطلع عندكم شاورما مالحة أو القص. وهذا الصويا صوص أضيفه وأطفي خلاص بالأخير، بمقدار خاشوقتين كبار، تردون تكثرون على راحتكم. لهناية أطفي النار، خلاص استوى وكمل. وهناية شوفوا لي ما شاء الله شلون مستوي وذايب، ويبقى أكل البيت أكيد أنظف وأطيب، وتاكلينه أنت وعائلتك وأنت مطمئنة، أقل تعرفين جودة اللحم اللي تسويه أو تطبخيه لعائلتك. وهنايا حبيت أشارككم وأسوي وياكم لفتنا جميلة. طبعا احنا حبينا نسويه بالصمون العراقي، حتينا تطلع عراقية يعني 100%. نضيف لها حبشكلاتها، نتبل الطماطة والبصل كلش طيب بنات. زين، شوية خس على شوية بتيتة والصاص العراقي أكيد. شوفوا ليها شلون لفة معدلة ما شاء الله ما شاء الله، ويا حبشكلاتنا الخس الطماطة الخيار، اللي حابة ياكله على شكل تارلك بهذا الشكل كله طيب. ولهنا حبايب قلبي، أتمنى استمتعتوا بالفيديو، وإن شاء الله تجربوها وتستمتعون بطعمها الكلش كلش كلش طيب. ومع نهاية فيديونا لهذا اليوم حابة أقولكم مع ألف سلامة.